بعد المشكله اللي بتحصل لزيزو واللي كانت كفيله تنهي مسيره اي لاعب كوره 8 شهور كاملين من غير ولا ماتش رسمي ولا نادي ولا تمرين احترافي، مجرد جيم ولعب كرة مع اصحابه، ووقتها فعلا كان بيعيش اصعب لحظات حياته، لحد ما في يوم قرر يكسر ده كله وينزل الملعب يتمرن في استاد المنيا، وتحديدا مع الكابتن طارق السيد، واللي اول ما شاف زيزو قال لنفسه الموهبه دي ما ينفعش تضيع، وقال له جمله قلبت كل الموازين: انا مش هسيبك غير لما تمضي للزمالك. زيزو يرد وهو مستغرب: يا كابتن انا عندي عقد مع النادي البرتغالي. طارق يرد عليه ويقول له: انسى، انا مش هسيبك غير وانت في الزمالك. وفعلا الصفقه بتتم وزيزو يمضي للزمالك، والناس وقتها تتفاجئ وتبدا الاسئله: يعني الاهلي يجيب حسين الشحات ورمضان صبحي وانت تجيب لعيب قاعد في بيته بقاله 8 شهور؟ اللي الناس ما كانتش تعرفه وقتها ان الزمالك كسب صفقه العمر، الزمالك ضم المتكامل احمد سيد زيزو.